السلام عليكم ورحمة الله. آخر مرة وصلنا للتيتر مستريك ميثود، شفناهم كل واحدة وحدها، شوفوا كل واحدة يعني شنو وظيفتها. باش نكملوا إن شاء الله اليوم ستريك ميثود يعني وبنشوف حاجة جديدة. وصلنا للتيتر قلنا إيه اليوم. خلنا نبدو من ستارت ويز، أنا كتبتهم واحدة واحدة أنا البقية. عندنا ستارت ويز. ستارت ويز إيش معناها؟ من اسمها يعني واضحة، يعني تبدأ بكذا. ستارت ويز أوكي. خلينا نعملو هنايا مخزن كما اتفقنا، نسموه نايم، انت تسميه مخزن تسميه حتى نكتب بالدارجة معي. واسمه مخزن. اخترنا مثل كي. اسمه نايم، تعمل ايجال تساوي باش تحط فيه المخزن تاعك. هذا اسمه بالانجليزي فايبل، اسمه بالعربي مخزن، ولا تسميه بالعربي اللي تحب انت. نفيد المخزن هذا تحط فيه، نحط فيه سترينج. احنا نقرا في سترينج وينت اوكي. سترينج باش نسميه مثلا احمد عند علي اوكي. باهي قلنا ستارت ويز، نشوفها. ستارت ويز هي يعني ستارت تبدا ويز كذا، يعني انت ستارت ويز باش تسال هل تبدا بكذا، يعني هو مش يجاوبك بايثون، مش يقول لك نعم او لا. خلينا نرجع هنا ونعمل برنت. اطبع لي يا بايثون ايش اطبع لك؟ اطبع لي النيم اللي هو سترينج، اللي هو المخزن اللي فزته احمد عند علي. نعملوا بواب باش نستدعوا الستارت ويز، ونكتبوا هنايا ستارت ويز اوكي. ستارت ويز قلت له اطبع لي نيم بوان ستارت ويز باش تبدا. من بعد كملت النقطة ناديت الميثود نتاع سترينج هذا ستارت ويز. هل تبدا؟ انت كانك سالته تبدا، هل تبدا بشنو؟ لازم تكتب له هنا. لو تعمل هكا مش يقول لك ايرور، فهمت؟ شفت يقول لك ما عطنيش. شفت يعني دخلي نرقمه هنا. انت قلت له باش تبدا، قلت له انت هل تبدا وسكت. انت لازم تكمل تقول هل تبدا باش مثلا هل تبدا بالسي بالاي بالسترينج. ما تكتبش، لا تكتب سترينج كيما هكا، مش سترينج راه اتفقنا. اذا كان تكتب من دون الظفرين الارجيومون مثلا ماش لازم تكتب سترينج، خاطرش انت تحكي على سترينج وحب سترينج ميثود اوكي. واك اصل لازمك ما يطلعلكش شيء، مش عطلك الرور، فهمت؟ تعمل تفتح الظفرين ارجيومون وتكتب مثلا الهاش جي. اش باش طلعنا؟ مش يقولنا لا صح ولا مش يقولنا هل هي تبدا النص نتاعي؟ تقول كان قلت له هل النص نتاعي يبدا بالجي؟ مش لا ما يبداش بالجي صح. اذا مش يقول لك فولس صح. باهي خلينا نقولوا هل هو يبدا بالاي اي. هون باش نعملوا ران، قال لي نعم يبدا بالاي. يرجع بايثون يشوف يبدا اي. باهي ياسر سمح ياسر خلاص. هذه ستارت ويز. عندنا اللي بعدها اند ويز. اند ويز هذاك باينه مشلخه الحكايه. هذاك يبدا بكذا، هذه معناها يبدا بكذا صح. اند ويز يعني هل ينتهي، كانك سالته هل ينتهي باي. نشوفوا اخر كلمه اخر حرف، لا ينتهي باي، اذا مش طلعنا فولس. هاي النتيجه فولس. خلينا نحطوا احنا اي، نحطوا اي مش طلعنا ترو اوكي. لا طلعنا فولس. ليش طلعنا فولس؟ انت قلت لي ينتهي باي صح. لا شوف احنا في بايثون المسافات يحسبها لك. مفهوم شنو مسافات؟ يعني المسافه، شفت هذا الفراغ هذا عند بايثون ورا الكواليس، هذا عنده رقم معين، فهمت؟ هذا عنده كل حاجه تعملها هو يحسبها. هو عنده يحسب لك، ما يفلت لك شيء. انت كي قلت هل تنتهي بالاي مش ارجع يلوج لقاه في الاخر تنتهي بمسافه. في الاخر نحن نجرب ونعمل مسافه نفسها ونعمل وران نشوف ايش يصير. ترو. شفت كيف؟ يعني ما يسيب لك شيء، كل شيء يجيبه لك. معناها حتى المسافه اللي انت ما تشوفهاش هذه قال لك انا ما نضيع لك شيء، تخافش، قال لك كل شيء حاسبه لك. يعني عملته هل ينتهي بمسافه؟ قال لك نعم ينتهي بمسافه. هاي ولو مسحنا المسافه شفت كيف؟ ونعمل ورانته يقول لي لا ما ينتهيش بمسافه فولس صح. لانه هو الحين اخر شيء الاي، لو عملنا الاي راح يقول لي ترو. ودير بالك تمام الحروف الكبيره والصغيره تعمل اي ماجي سكيل مش يقول لك فولس.
فرق كبير، حتى بالشكل باينة، هذيك كبيرة وهذيك صغيرة، حتى بالشكل مو فرق ياسر لازم ننتبه فيها. المهم عندنا اللي بعدها is numeric. هذه عبارة باش نسألوا هل السترينج النص نتاعي أرقام ولا حروف؟ واضحة؟ قول لي واضحة وسهل. is numeric اوكي. لا خلينا نسكروا احنا بتاع الران هذا، شفت القوسين الاول هذا بتاع البرنت اوكي، وبعد هذه قوسين بتاع النيوريك. نعم ران مش يقول لنا فولس، هذا ما فيش مش ارقام، هذا حروف صح؟ مش يعطيني فولس. تمام. اللي بعد از نيوريك عندنا از الفا، يعني هل هذا حروف؟ تمام. ايش بيك انت؟ اوكي خلينا نكتبه is alpha بلس is numeric ونشوفه is alpha. اوكي is alpha هل هذا حروف؟ كانك سألته هل string النايم اللي هو string هذا احمد عند علي، هل احمد عند علي حروف؟ ايه حروف صح ولا فولس؟ ليش فولس؟ احنا مش اتفقنا يا جماعة قلنا اللي البايثون حتى المسافات عنده يعتبرها، يعني هو يمشي يرجع، هل هذا كله حروف؟ لا مش كله حروف، يلقى ثم مسافات يقول لك لا لو هذا حروف ومسافات، ما هوش حروف يعطيك فولس. لو انت جينا مسحنا المسافات اللي بيناتهم وخلينا جملة هيك احمد علي اوكي وعملنا ران مش يقولنا ترو. شفت كيف؟ البايثون المسافات يعني يراعي لها ياسر خلاص. تمام. باهي عندنا اللي بعدها is alnumeric. هل هذا حروف وارقام؟ كان مش تسألوا is alnumeric اوكي. هل هذا حروف وارقام؟ نعم مران راح لا هذا حروف بس صح. الكلمة هذه ليش طلعتنا ترو؟ لأن السؤال متاعي هذا كأنه يخص النيميريك والالفا مع بعضهم، هل هذا ارقام او حروف؟ اوكي مش هل هذا ارقام او حروف، يقول لك هذا ارقام يعني خلاص هذا ارقام صح ترو. هل هذا ارقام وحروف؟ ايه نعم هذا ايه هذا حروف هذا الحروف. تمام. ولو حطينا معاه ارقام نفس الشيء مش يقولنا ترو صح؟ ترو. اوكي هذه يزعل يمديك ساعات تحتاجها، لو تحط انت مثلا يعني تحتاجها تجيش مثلا لو حطينها ارقام مش طلع ترو نفس الشيء صح؟ ترو. اما الفا طلع لك الحروف بس ولا الاز نيميريك الارقام بس. اما از الفا از النيميريك هذه از الفا نيميريك هم خلطوا بعضها، يعني كانك الحروف وارقام خاصتهم. اوكي يعني حط الحروف يقول لك ترو يعني نعم صحيح، تحط له ارقام يقول لك صحيح. اوكي باهي اللي بعدها عندنا ستريب. ستريب هي باش تمسح لك المساحة الزائدة يعني لم يحطها المتلقي. اوكي مثلا احنا مثلا عندنا نعمل انبوت، نعمل نايم مخزن نخزن فيه انبوت باش نسأله انبوت باش نقول له enter مثلا your name ايه خلاص كافي يعطينا اسم باقي به enter your name please. اوكي باهي جوه مع وهنا نرجع تحت ونقول له اطبع لي print اش يطبع لي؟ اطبع لي النايم اللي هو خزناه المخزن، النايم اللي هو خزنا فيه مش حط الكلمه مش هنا المتلقي خزناه هنا في النايم. اوكي لو نعمل ران انتر النايم مثلا مش نقول له عالي اوكي نعمل برنت يطلع لي عالي. اوكي باهي لو نعمل مره اخرى وانا مش مستهبل عليه نحط مسافات ونعمل هنا عالي ونعمل ران شوف ايش طلع لي.
هذه كل حكي هذا مش يدخل لي بعض النص نتاعي مش هي المسافات هذه دخلها بعضها. ها نحن عندنا ستريب نجينا كيف كنت تحب تجي ثم تحب تجي من هنا تحب تجي من غادي كيف يريحك يعني تنجم تجي من هنا تعمل بوان لانه النايم هو سترينج نفسه الانبوت قلنا رجع سترينج اوكي تحب تجي هنا تحب تجي هنا كيفك تجي هنا تعمل بوان وتكتب ستريب كان يقول امسح لي المسافة يعني حطها بالاول لو عملت المسافة اهو وحطها لي وعملت انتر شوف عادي يرجعها لي بالاول اوكي تمام ان شاء الله. كهو اليوم ان شاء الله نكون يعني هيك كملنا صح لكن شفناهم باهين مش عارف هما مش عارف يكون قريب نكملوهم هكاك انا محسب كمان هذا من الاساسيات اذا كانت الحكايه سهله امشي لمحرك البحث جوجل واكتب السترينج ميثود اوكي يطلع لك البقيه يعني كان ثم بقيه مش عارف 15 شيء الله اعلم مش عارف تطبيق من واحده هما خاصين بالسترينج ميثود في البايثون اوكي وكون ان شاء الله ونشوف ان شاء الله المره الجايه نشوف حاجه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.